واحد ما قال لي من قبل باللي نوغا كلاصي بنينه كاع هكذا. صراحه هذه اول مره نجربها وطحنا عليها في الدار. بنينه تحسبوا هذوك لي كلاص جيلاتو تاع الطليان، وزيد بواحد المكونات بزاف ساهلين. تبان لكم هكذا شويه كومبليكي لا ديكوراسيون. في مقله نروح نخدم النوغا ديالي، نسحق كاس صغير ربع تاع السكر، نخليه يذوب. كي يذوب نفرغ له كاس تاع نقص لهم ونخليهم يتحمسوا غير بعقلهم. نفرغوا في بابي كويسون ونخليه يبرد. ردوا بالكم راهو سخون بزاف يحرق. بيت ما تبرد نروح نجيب ريسيبيون وندير فيه نص ريتله تاع كريمه سائل 35% ماده دسمه. طلعوها غير شويه بالباتور ماشي بزاف، وزيدوا عليها 2 علب ياغورت بذوق الكراميل اي نوع استعملوه. والحاجه المهمه في هذه الوصفه هو الكراميل. انا حنستعمل هذا تاع توبي. صراحه هذا الكراميل المفضل عندي، جاي ثقيل تحسبوه كابريس وبزاف بنين. نديروا منه 2 مغارف كبار ونخلط كامل المقادير مع بعض. شوفوا على بالكم لو كان تجربوا هاد لي كلاص ماكمش رايحين تزيدوا تاكلوهم برا. انا شوفوا درتو وكي خلاص درت واحد يتكونجل. المهم جبت الروبو ديالي ورحت نرحي هذيك النوغا اللي كانت بردت. رحوها خلوها شويه كونكاسي، ماشي شرط ترحوها كامل غبره. ما تفرغوش كامل الكميه، خلوه شويه بجي والباقي خلطوه مع داك الخليط ديالكم. زدت لهم شويه تاع لي سيريز اختياري. شوفوا هذيك الخليط تاع النوغا مع ودي واش نحكي لكم. فرغوه في اي مول حبيتوه. هذيك النوغا اللي رحيناها وخليناها بجه ديروه في الوسط شويه وعاودوا فرغوا كطبقه ثانيه. غطوهم مليح بابي فيلم وديروه في كونجيلاتور يبات ليله كامله. غدوه من داك جبدته فرغته في بلاطو وبديت نديكوريه. راح نديكوريه بالكراميل وراح نستعمل هذا الفوغاج تاع توبي تاع لي سوريز باسكو درت لي سوريز لداخل. وهذيك النوغا اللي نحيتها بجه تانيك شبحت بها، والتزيين اختياري انتوما واش راكم حابين. اذا عجبتكم الوصفه خلوا لي رايكم.